فرحة العيد ما تحلاش غير بعلبة البيتي فور الفاخر الشيك اللي من الآخر بالتزيين التحفة اللي انتوا شايفينه ده. لو احنا جبنا علبة البيتي فور دي من بره عارفين هتبقى سعرها كام وفيها كام واحدة ومش هتكفي أفراد العيلة. هنعمله النهاردة بالنعومة والدوبان والسر كله هتلاقوه معايا النهاردة في الفيديو ده، كل الأسرار اللي محدش هيقولك عليها. معايا 700 جرام من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة، ومعاها 50 جرام سمنة بلدي، دي أول تكاية. معايا 2 صفار بيضة وبيضة، ومعايا 250 جرام سكر وقصنص حليب، ومعايا كيلو من الدقيق هشيل منه 6 معالق على جنب، وهقول لكم كل فكرة ليه في الفيديو ده، فتابعوني للآخر واوعوا تجروا الفيديو. يلا بينا بقى نقول فكرة فكرة. أول حاجة هنحط الزبدة الطرية ومعاها 50 جرام السمنة. السمنة مع الزبدة بيديني نكهة حلوة جدا كأنه بيتي فور فاخر فاخر. والسكر الباودر بنزل عليه مع الزبدة، السكر أنا طحناه في البيت وأهم حاجة منخول عشان ما يبقاش فيه تكتلات. هضربهم مع بعض لحد ما لون الزبدة معايا يفتح بمضرب بقى يدوي بكهربا بعجان أيا كان. نيجي بقى لتاني حاجة البيض وصفار البيض. أنا هنا استخدمت 2 صفار بيض وبيضة عشان أنا باحبه أكتر نعومة شوية بس في نفس الوقت ماسك نفسه وأقدر أزينه. طب لو انتوا بتحبوه فيه قرمشة كده زي البيتي فور هتستخدموا واحدة صفار بيض و2 بيضة. تمام. أنا بقى هنا عشان باحبه أنعم أكتر استخدمت 2 صفار بيضة وبيضة. هنا هحط قصنص الحليب بيودي الريحة والطعم في ناحية تانية خالص، هو أصلا ريحته تحفة. فعشان أنا هنا مستخدماه هاعمله فانيليا، لكن لو أنتم هتعملوه برتقال ما تحطوهوش. طيب نبتدي بقى ننزل بالدقيق اللي إحنا شِلنا منه 6 معالق. طب ليه شِلنا منه 6 معالق؟ عشان أنا ده بيتي فور الكيس مش بيتي فور المكنة، فلازم العجينة تكون لينة معايا، وكمان أنا هاعمل نُصّه بالشوكليت ونُصّه بالفانيليا. فلمّا آجي أحط معالق الكاكاو أقدر إن أنا أعادل بقى العجين بتاع الفانيليا يبقى شبه الكاكاو لمّا أزوّد تاني الدقيق، فال6 معالق دول هيعادلوا معايا جدًا، وهيخلّوني في نفس الوقت أقدر إن أنا أنزّله من الكيس. هاحط معلقتين من الكاكاو على الخليط اللي هاعمله بالكاكاو، وهاضيف معلقة كبيرة من الدقيق على الخليط بتاعي بتاع الفانيليا. وأهم خطوة البيتي فور مش بيتعجن، بيتلَم بس بالإيد عشان ما يعضّمش معايا ويبقى فيه قطمة مش حلوة كده. بالِم بقى العجين وابتدي آخد الكيس بتاعي اللي إحنا اتكلمنا فيه في حلقتنا وعم العيد، أول حاجة نزّلتها وابتدي أنزل بالقمع اللي هو 6FT وانزل بقى كده بالشكل ده، شايفين؟ باعمل ضغطة كده وارفع، وباساوي بصبعي كده لو حاجة مش متساوية، باحطه بقى في الصاج وادخّله على فرن درجة حرارته 180 من تحت بس على الرف الوسطاني لحد أمّا يبتدي ياخد لون دهبي من تحت بارفعه على طول، ما باشغّلش عليه شواية ولا أي حاجة. وده بالنسبة لخليط الشوكولاتة، وشايفين نازل بمنتهى السهولة إزاي، ده السر اللي إحنا في الأول شِلنا جزء من الدقيق وبدّلناه بالكاكاو علشان يقدر أنزّله. هو أخد معايا في الفرن حوالي 20 دقيقة، بس طبعًا كل واحد وفرنه. شايفين بقى الدهب؟ طبعًا بُصّوا اللون تحفة، الشوكولات تحفة، والّا الريحة مش قادرة أقول لكم كانت عاملة إزاي. خلاص نسيبه بقى لمّا يهدى خالص، ونبتدي بقى إن إحنا نزيّنه. معايا شوكولات أبيض ومعايا شوكولات بالحليب، معايا بديل أوريو مطحون، بديل لوتس مطحون، ومعايا جوز هند، معايا مكسرات. معايا بقى هنا معلقة من البيستاشيو ومعلقة من اللوتس. هابتدي آخد جزء من الشوكولاتة الوايت وابتدي أدوّبهم معاها. طب أنا سيّحت الشوكولاتة إزاي؟ حطيت لها معلقة كبيرة من الزيت وسيّحتها في الميكروويف أو على حمام مَيّة. هابتدي بقى إن أنا بُصّوا الطريقة دي سهلة جدًا وهتخلّيكم تخلّصوا صاجات البيتي فور في ما فيش. باقلب صَف واسيب صَف معدول وابتدي أحُط كده نقطة من الشوكولاتة وابتدي أحُط الطبقة التانية وأقفّل، في ثواني هتكونوا مخلّصين. وعايزة أقول لكم البيتي فور لزّقوه بالشوكولاتة أحلى بكتير ما بيتلزّق بالمربى. المربى بتطرى مع الوقت، لكن لو هتستخدموه على طول يبقى خلاص أوكي زيّنه بمربى، بس الشوكولات بتدّي طعم أحلى. هنا بقى بازيّن باحط بقى في الأبيض وبعد كده أحط في جوز الهند عشان يبقى شبه الرافايلّو، باحط في اللوتس وبعد كده أحط في مطحون اللوتس. طبعًا التزيين ده أيًا كان، حابين تحطوه chocolate بس وتسيبوه كده سادة، حابين تحطوه chocolate وتغمسوه في المكسرات زي ما أنا هنا عملت في السوداني. أيًا كان أنتم بقى بتحبوا التزيين إزاي، ده أنتم اقعدوا بقى العبوا كده مع الولاد واتسلوا في طريقة التزيين دي. شايفين بقى بنعمل إزاي؟ سهل وطعمه تحفة وريحته تحفة. ده بقى الفاخر شوية بقى إن إحنا بنغمّسه كده في اللوتس
وزيّنته بورقة دهب القابل للأكل في الآخر. طبعًا بنحفظه في علبة محكمة الغلق ما بينها طبقات من البلاستيك.